Free audio post-production by alphonic.com. أهلا بكم. المرأة متعددة المهام بالفطرة، لكن في البيزنس المهام المتعددة بدون إدارة موارد طريق للإفلاس. ولأن المرأة هي المحرك الرئيسي في حياتنا، الحلقة الثالثة من تربية أونلاين هتكون عن وعي المرأة بطاقتها. الرجل دورته الهرمونية بتتجدد كل 24 ساعة، نمطه ثابت يوميا، لكن المرأة طاقتها محكومة بدورة شهرية مدتها 28 يوم. تجاهل الفرق دوت هو أول خطوة لاستنزاف مواردها. للأسف 30 يوم مش تحقيق مساواة، هو استنزاف للجسم والأعصاب. المرأة مش نسخة مصغرة للرجل، لكن المرأة ليها إيقاع خاص بيها، واحترام الإيقاع الخاص بيها بيخليها على طول في نجاح مستمر. هنعتبر الدورة الشهرية للمرأة هي دورة عمل مصغرة، وهنقسم ال 28 يوم بناء على الدورة البيولوجية للمرأة. التقسيم هيكون على شكل 4 مراحل. المرحلة الأولى من اليوم الأول إلى اليوم السابع، ودي فترة الهدوء، فترة الصيانة، أيام الحيض، وهنا الطاقة بتكون منخفضة. هنستغلها في التخطيط والمهام البسيطة الهادية والمراجعة للخطوات القادمة. ومن اليوم الثامن لليوم ال14 دي مرحلة الانطلاق ما بعد الحيض، والمرحلة ديت بيرتفع الاستروجين ومعاه بيرتفع التركيز والإبداع، ده وقت العمل العميق وإطلاق المشاريع. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الذروة، ودي قصيرة شوية، تقريبا بتبقى 48 ساعة، وبتعتبر دي فرصة ذهبية لأن هرمون الاستروجين بيكون في أعلى مستوياته، ده بيعطي حضور وثقة عالية، ونقدر نستغلها كمان في المقابلات المهمة والعروض والتواصل الاجتماعي الفعال. ومن اليوم ال17 ليوم 28 هي مرحلة المرونة ما قبل الحيض. بيرتفع هرمون البروجسترون ويميل مزاجك دايما للهدوء. كوني مرنة، ركزي على إنهاء مهام مفتوحة، وتجنبي القرارات المصيرية. إن الطاقة في 28 يوم مش منتظمة، لازم نتبع أنظمة غذائية متوافقة مع الصعود والهبوط في الطاقة. في أيام الطاقة العالية هنركز على البروتين والكربوهيدرات عشان نعمل نشاط الزيادة. أما الأيام اللي بتسبق الدورة الجسم فعلا يكون محتاج سعرات حرارية زيادة من 200 إلى 300 سعر حراري، لأن معدل الحرق بيكون زيادة. ولو في الوقت دوت احنا بنمارس دايت قاسي، ده هيؤدي لانهيار عصبي وشره للسكر. أما معادن النجاح، المغنيسيوم بيهدي الأعصاب والعضلات، الزنك بيدعم المناعة والمزاج. وزي ما احنا متعودين ازاي نطبق الاستراتيجية ديت عشان تكون واقع ملموس في حياتنا. قدرنا في سويفت وورم اننا نصمم أداة عملية، جدول بسيط تقدروا تطبعوه وتتابعوا فيه طاقتكم يوم بيوم. احنا مش عايزين نكتفي بالكلام النظري، احنا لازم ننقله لواقع ملموس. الجدول متاح ليكم مجانا عشان تعرفي انت في اي مرحلة، ايه نوع المهام اللي بتناسب طاقتك النهارده. الوعي بالطاقة اللي بنملكها هو سر نجاحنا وسر استمرارنا في الحياة واحنا في كامل طاقتنا. وفي نهاية حلقتنا مش مطلوب منك انك تكوني سوبرمان، انت مطلوب منك انك تفهمي لغة أنوثتك وتوصلي للنجاح باحترامك لإيقاعك من غير ما تفقدي شغفك أو صحتك. شاركوني في التعليقات ايه أكتر مرحلة حسيتوا إنكم كنتم فعلا بتتظلموا فيها وهتبدأوا تستخدموا الجدول من النهارده. أنا مصطفى الأمير، ودي كانت نقطة من أول السطر تربية أونلاين. Free audio post-production by alphonic.com.